انا ممكن استشير حضرتك في حاجه بس؟ جدا يا فندم، خدامك. انا ربنا يخليك تسلم. انا كنت مخطوبه لواحد ماشي. اتخطبت له مرتين، وكان كل مره ما يحصلش نصيب ولازم تحصل حاجه، فلازم نسيب بعض يعني. فهو دلوقتي يعني اتصل بيا وقال لي لو انت عايزاني احنا نكتب الكتاب. لو عايزاني نكتب الكتاب؟ انا وهو. طب انت هو بس؟ فدي بقى حاجه بصراحه انا بعيد عن الاهل يعني؟ يعني انت تطلعي من بيت ابوك اللي رباكي؟ هو عايز كده. فانا بقى لحظه واحده، خليكي معايا بالراحه على قد عقلي بس. يعني هو عايزك تطلعي من بيت ابوكي اللي رباكي وامك اللي ياما غسلت لك، تقومي تموتيهم؟ ما انا لحظه بس بالراحه انا هوصفها توصيف تاني. يعني انت تسيب البيت ده اللي هو بيت يساوي صفر، والاب اللي ربى حيوان، والام اللي شقيت طول عمرها تحمر وتعمل سندوتشات وتقوم بدري يولعوا، وتروحي له تغنوا في الجنينه، كل جنينه واد وبيت، انت الواد وانا البيت، الله يحرقه والله ما يجي ولا يوعى يجي، واوعي تسمعي كلامه. وحتى لو كان عندها 100 سنه، المخرجه بتسالني عندها كام سنه، مش هسالها عندك كام سنه. حتى لو كان عندها 80 سنه ما ينفعش، 80 سنه ما ينفعش. هو يجي ويعمل خد ومداس ويدرسوه يا حبيبتي ويشوفوا ينفعك ولا لا، لكن ده عايزك تبيعي الدنيا عشانه 15 يوم، ويقول لك شوفي مامتك في العشاء ولا تارت، تقول له ماما تارت، يقول لك تيري وراها وانت معاكي عيلين وتشحطاطي. يا حبيبتي حتى ألف ب في اساليب الرحمه انك تقدري الراجل اللي ربى والست اللي اتعمت عشانك. يتباعوا عشان ايه؟ هو في ايه ده؟ انت محتاجاه في ايه؟ وكل الحريم الضربه محتاجه راجل في ايه؟ لما تبيع الدين اللي قال جوازك من غير ولي باطل، وتبيع البني ادمين عشان واحد، ليه؟ انا عايز اعرف ايه السكرت اللي موجود في هذا الانسان، ايه يعني؟ ايه هو؟ وبعدين انت عارفه اقول لك والملايين غيرك، ده ممكن على فكره يستناك على الناصيه ويبوس ايدك 5 6 ايام كده لغايه بلغه الفلاحين لما يطولك. وكلمه يطول دي بتاع القران، ومن لم يستطع منكم طولا، وفلان ايده طايله، هو بس يطولك كده يعني يقدر عليكي وياخدك. بعد سنه او 2 أو 3 هيقول لك انت يعني كنت متربيه قوي، ما انت بعتي بابا وجيتي عايشني. المعلم كرش هيقول لك كده، ويذل انفاسك وانفاس واللي جابوك هيموتوا من الحسره. ياه يكون واد العبان يكتب الكتاب ويرجعك لابوك وامك عشان يذل ابوك وامك، يبقى كتيمي كده هو معاه القسيمه، ويجي بقى يجي ضارب الجزمه في بوز ابوك اللي رباكي، يا هي انا يا غلبي. وبعدين يقول له انت عايز كام يا حاج؟ يقول له يا ابني احنا مش هندخلها. يقول له ايش ايه؟ ابديحه. تقول له نعم يا حبوكشه، يلا بينا. ايه يا واد يلا بينا؟ ايه دي مراتي يا عنبه. ابوك طبيب ساكت، الله اعلم بقى معاه 8 دعامات ولا ما معهوش 8 دعامات، ولا ابوك السقه مات ويدفنوا الراجل، وتروح انت النار من اوسع الابواب. النار. اوعي يا بت. يلا وائل. الو السلام عليكم. يا اهلا سيد وائل، اتفضل.